السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض المسيحيين كانوا مستائين جدا من الفيديو اللي انا عملته عن موضوع الانبا رفائيل وكده. والله يا جماعة، يعني انا هعمل ايه؟ يعني الراجل بعت لي شكر. طب انا ينفع اعدي الموضوع بسهولة كده؟ ما ينفعش. يعني لازم اطلع حتى اشكره على على اللي هو بيعمله معانا. صدقوني والله، يعني من ابرز الناس اللي بيساعدونا في اقناع المسيحي بالشرك الانبا رفائيل والانبا بشوي. تخيلوا. وقانون ايمان طبعا مساوي للأف الجوهر، يعني احنا مشركين. وتعريف الشرك ده، المشكلة ان بعض المسيحيين بيقولك ان تعريف الشرك ما دام انا بعبد ثلاثة والثلاثة من جوهر واحد فيبقى انا كده مش مشرك. لا، انت بتعبد ثلاث ذوات وكل منهم اله ورب. فما كانش ينفع اعدي كلام الانبا رفائيل كده بسهولة يا جماعة. ده فيديو مختصر بس كده، انا بقول للمسيحيين يا جماعة احنا والله. طب خلونا نتكلم بجد. هدفي من الفيديو اول حاجة ان بفضل الله سبحانه وتعالى المسيحيين لما بيروحوا الكنيسة بيرجعوا مسلمين. لأن أنا في الأول وفي الآخر مسلم، فهو ممكن ما يصدقش كلامي. لما بيروح الكنيسة يسأل كاهن ولا خادم ويقوم مكشم له وما يعرفش يرد عليه، وهو في الواقع ما فيش إجابة، مش المشكلة في الشخص يعني، فبيعمل إيه؟ بيرجع مسلم. وكتير يعني حصل منهم كده. والله ما بكذب. النهاردة حد كان في الخدمة بدون تفاصيل، بس والله ما بكذب، حد كان في الخدمة في الكنيسة الأرثوذكسية وأسلم لله سبحانه وتعالى لسه النهاردة. والله النهاردة، والله ما بكذب. وأنا مش هدفي بالكلام ده إن أنا أقول الكلام ده عشان المسيحيين يزعلوا أو كده. أنا هدفي في الأول وفي الآخر مصلحتك. وكان الشخص اللي بيكلمني ده بيكلمني يعني بيعتب عليا في الفيديو بتاع موضوع الطلاق. وأنا وضحت، يعني قلت والله يا جماعة، أنا كان بشكل واضح قلت اللي عندها مشاكل في بيتها وشايفه ان هي مش عارفه تتطلق ده بسبب يسوع، خليكي بقى مأمنه بيه، شيلي صليبك. لكن لما تروحي تشوفي الاسلام هتلاقي لا، الاسلام اداكي حقك. المشكله بتاعت حياتك كلها الاسلام هو اللي حلها. النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عندنا مجامع، ولا عندنا 40 كاتب كتبوا في كتابنا، ولا اي حاجه. الاسلام عندنا اللي هو ايه؟ القرآن والسنه. وبعد كده اراء فقهاء بأدلة من الكتاب والسنة، او لو في اجماع، او لو في قياس، برضو القياس يعتبر راجع للكتاب والسنة. فدينك ما ساعدكش، هنعمل ايه طيب؟ يسوع هو السبب. لكل واحدة مسيحية يسوع هو السبب. طبعا انا سعيد جدا، لان ما شاء الله ربنا يبارك، يعني الشخص اللي كان كلمني النهاردة واسلم هو وابنه 10 سنين بقى مسلم، بيصلي ويصوم بفضل الله سبحانه وتعالى. واتمنى تنشروا الروابط يا جماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. الفترة دي تحديدا، الفترة دي تحديدا، يعني كم المسلمين الجدد اللي بيكلموني أكبر مما نتخيل أو تتخيل أنت يعني. وأنا ما بقولش، والله والله العظيم ما بقول، وربي وما أعبد 4 في يوم واحد كلموني لأول مرة. ال4 في يوم واحد، كان من يومين. وبعدها كان في أخ كلمني امبارح أو أول امبارح حاجة كده، أنا مش فاكر بس تحديد الأيام بالظبط، لكن والله ما بكذب. ومش هدفي بالكلام ده ان انا اقول لك الكلام ده ضايقك مثلا او كده، لا والله انا هدفي مصلحتك. والله زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. ليه يا رب؟ الله سبحانه وتعالى يقول الا نعبد الا الله. بس ده هدفي. فكر، فكر. لا يمكن يكون دين الحق ان انت في بتعبد خمرة او عيش في الكنيسة، بتقعد تبخر لاصنام، وتقعد تاخد بركة من شوية صور، وتقول لك دي مدشنه بزيت الميرون فدي فيها روح ربنا. لا يمكن. فكروا يا جماعه في الوثنيات، روحوا شوفوا اللي بيحصل في الهند. شوفوا الهندوس بيعملوا ايه، شوفوا الوثنيين هناك بيعملوا ايه. هتلاقوا انتوا هما الاتنين اخوات، انتوا زي بعض بالظبط. صور وشمع برضو وبتاع ايه يا جماعه ده؟ فربنا يهدينا ويهديكم، ولا تنسوني من الدعاء. واتمنى تكون الاضاءه دي افضل من قبل كده، يعني الفتها شويه كده عشان
تبقى افضل شويه. اهلا بكم.